النهارده هنعمل دانة الشوكولاته في البيت. الدانت اللي كل الاطفال مضيعين المصروف عليه، بس النهارده هنعمله بطريقه سهله قوي وبسيطه قوي، ومعموله بلبن بدون مواد حافظه، وحقيقي هيطلع احلى من الدانت اللي بيشتروه من بره. مقادير مظبوطه بالملي، وان شاء الله هيعجبكم جدا، وانا متاكده انكم لما تجربوا الوصفه دي هتعجبكم قوي ومش هتستغنوا عنها طول الصيف. يلا نبتدي الوصفه. مبدئيا كده هنحتاج 4 معالق من النشا و3 معالق من الكاكاو الخام. انا عن نفسي بستخدم كاكاو دريم. انا بحب دريم. لو انتي تعرفي نوع كاكاو خام كويس زي مثلا اي نوع اسباني، مهم يكون كاكاو خام كويس، لان الكاكاو هو اللي بتقوم عليه الوصفه. يعني لو هو كاكاو يا جماعه ريحته او طعمه مش حلوين، الوصفه كلها باظت. انا عن نفسي بستخدم دريم لان دريم يعني بالنسبه لي جودته ثابته. وهنحتاج في الوصفه 6 معالق سكر. طبعا السكر ده حسب الرغبه، لو عايزه تزوديه اكتر من كده زوديه طبعا براحتك. وبحط انا مكعب شوكولاته، او مكعبين طبعا براحتك، بس انا بحس هو مكعب على الكميه اللي انا حطاها دي كفايه قوي. وبعدين هستخدم 4 كوبايات لبن، وبعدين هبتدي اقلبه كله على البارد، لان اي حاجه فيها نشا لازم تتقلب على البارد الاول. هقلبه على البارد لحد ما كل المكونات تدخل مع بعض ويبقى السائل مفيهوش اي تكتلات. لو حسيتيه تكتل منك ممكن تضربيه بالهاند بلندر، بس هو يعني مش هيتكتل منك طالما انت قلبتيه كويس. وبعدين انا عن نفسي بحب اضيف معلقه لبن بودره او معلقتين، لاني بحب طعمها، بس دي في الاخر اختياريه، يعني لو انت مش عايزه تضيفيها براحتك، بس هي بتغير الطعم. يعني اللبن البودره حقيقي بيبقى طعمه لطيف جدا يعني. وبعدين نقلبه كويس، وبعدين نبتدي نرفعه على النار. اهم حاجه النار تكون متوسطه، ما تكونش نار عاليه لان ممكن يعني يتحرق. انا محتاجه نار متوسطه عشان اللبن ما يغليش بسهوله. وابتدي اقلب، وطبعا كل ما بقلب القوام يبتدي يتقل. لحد ما القوام يبتدي يتقل معايا، بيبتدي ياخد شكل المهلبيه التقيله كده شويه، بس اهم حاجه تكون يعني يا دوبك تقيله. ابتدي اضيف مكعبين الزبده او مكعب زبده، يعني كفايه عشان دول 4 كوبايات لبن. الزبده بتدي لمعه، وفي نفس الوقت بتخلي الخليط حتى بعد ما يبرد يفضل فيه السهوله دي، ما بقاش متكتل. وبعدين مجرد ما ابتدي الخليط يتجانس والزبده تسيح، خلاص بطفي عليه وابتدي اصبه في الكوبايات. 4 كوبايات لبن دول عملوا لي حوالي 6 او 7 كوبايات كمان على حسب حجم الكوبايه. انا هنا كمان عامله كوبايات كبيره يعني. بس يعني وهي لحد كده وصفتنا خلصت، وادانت حقيقي والله يعني. هتتبسطوا جدا لما تجربوه، واوعدكم انكم هتبطلوا تشتروه من بره خالص، وهيعجبكم قوي. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ابعتولي تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي في وصفة جديدة ان شاء الله.